الرجل التقط زبادي للشرب منتهي الصلاحية. سحقه تحت قدمه ونزع الغشاء الداخلي، ثم وضعه على لوحة مفاتيح قفل برمز النعناع. لاحقا عندما أحضر له الحارس وجبله كون تشكلت بصمات على الفيلم. بهذه الطريقة ومن تحت ضوء قوي أصبحت الأرقام المضغوطة مرئية. 3679. بفضل ذكائه الحاد استنتج 24 تركيبة ممكنة. في الساعة 6:30 مساء كان عليه الانتظار بعد الساعة 9 مساء عندما كان الحراس يستريحون للتحرك. قضم على شفتيه رغم التوتر، جرب بسرعة التوليفات وفتح باب زنزانته، ثم تسلل بين عدة دوريات حتى وصل إلى مكتب المدير. رفع ذراعه المصاب وهو يضغط على أسنانه من الألم، واستعاد دبوسا مخبأ في جرحه. لكن حركة غير متقنة أسقطت ملفات، مما نبه الحراس في الطابق الأرضي فورا. سيستغرق الأمر منهم 30 ثانية للصعود من الطابق الأول إلى الطابق الثاني. كان على الرجل أن يفتح الخزنة في هذه الفترة الزمنية لاستعادة المسدس المطلي بالذهب الذي كان يطمح إليه منذ فترة طويلة. بينما كان الحراس يصعدون بسرعة مستعدين للقبض عليه متلبسا، لم تكشف عملية التفتيش السريعة عن أي أثر له. كان الحارس في حيرة. لقد سمع بوضوح صوتا. أين يمكن أن يكون الرجل قد ذهب؟ عندما استدار للرحيل لاحظ وجود دم على الأرض، وعند لمسه أدرك أنه لا يزال طازجا. فهم أن شخصا ما قد هرب. خمن بسرعة من يكون، لأنه في كل سرنا كان هذا الرجل الوحيد الذي تعرض للضرب الوحشي من قبل زميله في الزنزانة في اليوم السابق، مما تركه مغطى بالجروح. لكن عندما وصل إلى سرير الرجل كان قد اختفى بالفعل. في حالة من الذعر أطلق الحراس الإنذار. كان الرجل يخاطر بحياته للهروب، لأنه قبل 5 سنوات كان أغنى رجل في الشرق. لكن صديقه المقرب الذي كان يطمع في إمبراطوريته تآمر مع زوجته لاستئجار قتلة اغتالوا والدته. عند وصوله إلى المكان سأل الرجل والدته من فعل ذلك. همست والدته أن زوجته هي من فعله، بالكاد نطقت بالكلمات، حتى أشارت زوجته إليه بإصبعها أمام الشرطة متهمة إياه بالجريمة. في المحكمة وجد الرجل نفسه بلا دفاع. حكم القاضي عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل. كما يقول المثل: ليس السارق هو الذي يجب الخوف منه، بل من يتآمر. كان ذلك مؤامرة مدبرة بعناية ومخططا لها منذ فترة طويلة. لم يكتفوا فقط بجعله يسجن، بل سلموا أيضا عائلته الوحيدة المتبقية، شقيقته الصغيرة، إلى وريث ثري ووضيع. أقسم الرجل أنه سينتقم منهما حتى ولو كان شبحا. منذ ذلك الحين لم يتوقف عن التخطيط لهروبه. في أحد الأيام أخفى ملعقة في حلقه عندما لم يكن الحراس ينظرون، واستعادها لاحقا في زنزانته. وجد نقطة ضعف في الجدار مخططا لحفر نفق نحو الحرية. مرهقا من الحفر طلب الماء من حارس، لكن الحارس الذي كان ذئبا في ثياب حمل أدخل مجموعة من الأشرار إلى زنزانته. سكبوا عليه الزبادي على رأسه ثم طرحوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب. عندما رأى أنه لا يزال يتنفس قام الحارس بعلاجه في المستوصف. أثناء مروره أمام مكتب المدير لمح الرجل مسدس ديزرت إيجل. منذ تلك اللحظة ازدادت عزيمته على الهروب. قريبا نفذ خطته بشكل مثالي. عندما اقتحم الحراس زنزانته لاحقا كان قد عاد بالفعل إلى الداخل، متظاهرا بأن شيئا لم يحدث، مدعيا أنه كان يمارس الرياضة فقط. أهانه الحارس لأنه أحدث ضجيجا في وقت متأخر. ظنا أن شخصا آخر كان متورطا غادر، لكن المشاكل استمرت. الرجل سمع محادثة. المدير أراد أن يقتل صديقه المتواطئ مع زوجته تلك الليلة نفسها ويضعه في كيس أسود ويقدمه كهدية في اليوم التالي في زفاف السيد الشاب فنغ. كل شيء كان يتجه نحو التنفيذ. بينما كان السجين القوي يستعد للضرب أخرج الرجل المسدس ووجهه ثم انتهز الفرصة لخنقه. في غضون 5 دقائق انتهى كل شيء. كان سيحول مفاجأة السيد فانغ إلى صدمة. بعد ذلك فتح النفق الذي حفره وانزلق إلى الخارج دون أن يلاحظه أحد، وزحف تحت شاحنة التوصيل اليومية واجتاز عدة نقاط تفتيش وأخيرا استعاد حريته. كان عليه أن يصل إلى الزواج قبل أن ينتهي ليجعل كل من أذاه هو وأخته يدفع الثمن. في هذه الأثناء أجبرت أخت الرجل على حضور المأدبة. أحضروا الكيس الأسود مدعين أنه يحتوي على شقيقها وأجبروها على فتحه بنفسها. ضحكت زوجته متفاخرة بأنها دمرت عائلتهم وأخيرا قتلته بيدها. ضغطت على الأخت لفتح سحاب الحقيبة. بينما كان السحاب ينزلق صدم الحضور بالوجه الموجود بالداخل. كان ذلك وجه المتنمر في الزنزانة. تردد صوت الرجل الأشج في قاعة الوليمة. أولئك الذين أساءوا إليه ارتجفوا من الرعب. عند رؤية أخيها حيا سمحت لنفسها بابتسامة خفيفة. ما تلا ذلك كان الرجل يغرقهم في خوف لا نهاية له.